بانكيك ولا حتى العيش. يعني خط انتاج بقدره انتاجيه اللي كبيره، تيعاونكم في انكم تولي عندكم اوتوماتيزيشن ديال تحضير الخبز والرغيف وجميع انواع الخبز اللي على هذه الشكل هذه. فكما تشوفوا هذا هو المنتوج. يعني بهذه الطريقه هذا تحط العجينه وتحط عند المولات ديال على حسب المولات اللي بغيتي وعلى حسب شنو بغيتي، وتيخرج لك المنتوجات يعني بطريقه احترافيه وطريقه اوتوماتيكيه. فهذا منتوج اللي باغي يدير واحد الخلط ديال الانتاج ديال الخبز ولا ديال الطورتيه ديال العيش ديال الكريب ديال البانكيك ديال اي تقريبا خبز دائري. فمنتوج رائع لاصحاب المطاعم، اصحاب المحلبات ولا اصحاب الفرن والمخابز. فتيخول لك انك تطيح من الاكسبانسز وتطلع من القدره الانتاجيه. فهذا المنتوج هذا او هذه الماكينه هذه الوزن ديالها 500 كيلوغرام. 2022 سنه الصنع. تيكنس يعني العرض ديال المولات ما بين صفر 3 حتى 2 مليمتر. تتخرج ليك عندك كارانتي ديال سنه. هنايا الديمنشن كما دائما ديال الارسال. هذا هو زعما كيفاش تخدم، في انك تحط العجينه وهاد الدواره هذه اللي كتحطها في المولات واوتوماتيكمون تتخرجها لك، يعني مقعصه ناضيه مقرصه ناضيه وتتهنا كما شفتي كتهبط وكتقطع داكشي اللي شايط. فمنتوج رائع لاصحاب المخابز واصحاب الفرن وجميع الناس اللي تيخدموا بالعجينه. كما تشوفوا هما جميع كتخرج لك اسيدي ما بين 1500 و 3000 على حساب انت شنو تتقول لهم، حيت دابا هاد المنتوجات تقدر تبدل المول، تقدر تبدل اي حاجه كاينه في البارامتر على حساب الاحتياجات ديالكم. والارسال بطبيعه الحال تيكون على حسب الاختيار ديالكم، يا اما في الجو اما في البحر. هذه هي الشركه وهكا كتوصلوا بالمنتوج ديالكم، يعني كيكون مغلف ومبالي بهذه الطريقه هذه. وكما تشوفوا يعني الطريقه ديال الانتاج فعلى حساب العجينه على حساب المول، يعني داكشي مختلف. وتتبقى الفينيسيون ضروري للجميع. اهم شيء هو ان تكون عندك واحد الخط الانتاج الاوتوماتيكي اللي تبقى خدام بدون انك تحتاج زعما يد عامله، لانها تتقوم بكل شيء وتتقوم به بطريقه احترافيه وتكون عندك نفس العبار دائما. فهنايا يعني المختلف الاكلات اللي تقدروا تصايبوا. وهنايا تتبقى كارت فيزيت ديالهم الا بغيتوا شي حاجه ولا بغيتوا شي معلومات على هذا المنتوج، فما عليكم غير تتصلوا بهم اولا تجيو هنا يديروا شاطنا وتسولوا على جميع الاسئله اللي عندكم. فبطبيعه الحال غادي يجاوبوكم وغادي يبغيو يتعاملوا معكم. فقط ان خاصكم تتكلموا معاهم بالونجلي، والونجلي ماشي ضروري تكون لونجلي ديال الاساتذه، فقط انك تمشي لجوجل تراديكسيون وتكتب داكشي اللي باغي تعرف وترجمو وتصيفطوا لهم، حيت هما تيعملوا نفس الشيء. يعني ما ترددوش الا بغيتو تعرفوا معلومات اكثر على هذا المنتوج. وحظ موفق، ولا كان عندكم شي معلومات او لا اسئله بغيتو تسولوها فخلونا في كومونتير، غادي نحاولوا نجاوبكم عليها ان شاء الله في اقرب وقت. وبهذا تيكون هذا الفيديو انتهى، وما تنساوش لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.